السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعينا في كل مكان كده؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة كده. تعالوا شوفوا ري الغلة كده، يعني دي اول رية لها من ساعة ما خضرناها يا جماعة، ومن ساعة ما طلعت ووريتها لكم في الفيديو. دي اول مية كده. شفتوا ابو قردان جميل ازاي اهو. طبعا بينقي الحشرة اللي في الحاجة. بسم الله ما شاء الله عليه اهو. عامل لكم زوم عشان تشوفوه اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل اهو. اهو يا حبايبي، بصوا دي اول ريه اهو. طبعا هم شغالين كده في الارض، مش عارفه تشوفوهم ولا لا اهو. اهو يا حبايبي بصوا اهو. اهو ابو اسلام شغال اهو. بصوا عدد ابو قردان عامل ازاي يا جماعه في قلب الارض اهو. ده بقى بينقي الارض كده من الحشرات اهو يا حبايبي. طبعا يا جماعه العيشه في الريف جميله جدا، والله ما قادره اوصف لكم مهما احكي لكم. عيشه الريف دي اجمل عيشه. مش عارفه بقى عشان انا بحب الفلاحه وكده وبحب اجي الارض ولا لا، بس انا النفر بيجي كده بيحس براحه نفسيه. الله اكبر، كل حاجه زي العسل وكل حاجه. بصوا كل حاجه على طبيعتها اهي، وكل حاجه جميله وكل حاجه حلوه كده حوالينا اهي. اهي يا حبايبي. اهو يا جماعه، الحاج مجدي هيقول لكم الغله بتشرب بعد قد ايه وقت من البضير وطلعانها من قلب الارض. الغلة دي مزروعة تخدير. اه جو الأرض الأول، وبعدين بنديها سنة لما تشد، بنديها وش بالحب. اه بعد حوالي 21 يوم نبدأ نرويها المية الأولى. الميه الاولى، بعد كده إن شاء الله في خلال 15 يوم تاخد المية الثانية. وبترمي معاه ملح وكده كيماوي اللي هو الملح. نعمل لك كيماوي في المية الأولانية دي. اه المية الثانية من غير كيماوي. المية الثالثة اللي هي بقى قبل السبلة بندي لها كمان نص شكارة ولا نص فدان. اه ودي زرعة الذهب، يعني الزرعة اللي بارك فيها ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. رزق المسلمين، ذهب للذهب. طبعا. زرعة الذهب. الله اكبر. وربنا يطعمنا ويطعم الكل يا رب. امين. دي كلمه ابويا هو اللي معلمها لنا. يجعلها سنة 23 على كل المصريين يا رب، يا رب تكون خير ورخاء على جميع المسلمين يا رب. امين امين يا حاج مجدي، ربنا يبارك لك يا رب. سنة وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. يا حبايبي، طبعا مفيش كلام احلى من اللي ابو محمد قاله الحاج مجدي، عشان هو يعني ايه، هو ده الكبير بتاعنا بعد ابويا رشاد الله يرحمه. وطبعا كلنا بنحترمه وبنحترم رأيه، لان هو الكبير، يعني هو اللي بيحل لنا مشاكلنا في فرحنا. برضو هو اللي بيتصرف معانا في كل حاجة. يعني قبل ما اخطب لابني نشوره، قبل ما نجيب حاجة نشوره، لاني يعني هي الحياة كده، هي الحياة عايزة كده. لكن هنعيش لوحدنا مش هينفع يا جماعة. هي عيشتنا كده في الريف، من الأكبر للأكبر للأكبر كده، يعني هي كده سبحان الله، أجيال بتسلم أجيال. طبعا يا جماعة المساحة جميلة أوي اهي. الله أكبر، ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويكفينا شر الشر.
احنا والمسلمين كلهم اجمعين اهم يا حبايبي. شوفوا منظر الارض جميل ازاي اهو. صوت المكنه اللي عالي ده يا حبايبي، صوت المكنه اللي شغال ده. طبعا من غير ابو قردان ده يا جماعه الفلاح ما ينفعش نهائي نهائي، لان 60 من رش ونعمل مش هينفع اهو. طبعا يا جماعه انتوا كنتوا شايفين معايا الحته اللي كنا بنفطر فيها ونتغدى فيها والكلام ده كله. بصوا يا حبايبي بنعمل ايه، بنظبط القعده وكده اهي. طبعا دي حيطه لسه، دي حيطه كده لسه مبنيه، دي حيطه لسه كده مبنيه، لسه ان شاء الله هتتكمل زي مجلس كده زي دي كده. بصوا دي لسه ما اتردمتش ولسه ما اتعملش فيها حاجه اهي. وطبعا الارضيه دي هنعملها سيراميك مكسر، يعني اضعف حاجه يعني بايه، بحيث ان احنا لما نبقى قاعدين نقعد كده الاطفال ما يجيبوش علينا رمل ولا الكلام ده كله في قلب الارض وكده في قلب الاكل اهو يا حبايبي. ولادي طبعا بينزلوا الرمل، وطبعا جايبين البلاط مكومينه هنا اللي هو كسر البلاط، يعني فايض من شقه اسلام ابني كده احنا جايبينه هنا اهو. يا محمد ايه عامل ايه؟ البلاط اهو. بصوا ده اللي فايض يا جماعه، ده بقى قلنا بدل ما نرميه لا يعني نلزقه في قلب الارض بشكاره اسمنت وخلاص اهو. بصوا المنظر، المنظر طبيعي 100% اهو. بصوا منظر المية يا جماعة وهي داخلة الأرض أهو. منظرها جميل جدا 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 كمان، يعني مهما ما النفر يقول مش زي اللي الواحد شايفه أهو. طبعا لما نيجي نبلط برضك يا جماعة هصوره لكم فيديو، وساعد برضك ما نعمل اي حاجه كده في الحته دي اللي احنا هنقعد فيها دي. وعايزه برضك رايكم في الكومنتات لما تخلص باذن الله، تقولوا الاول كان احسن ولا بعد ما تنضف كده وهتتعمل هتبقى احسن، ولا الاول كان احسن. يهمني رايكم برضه. اهو يا حبايبي طبعا الغله كده روياها اهوت. بصوا الميه اهي اهي. طبعا الفيديو قدامكم اهي، كل حاجه بتتكلم عن نفسها. وطبعا يا جماعه ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهي دي عيشه الريف.